بتبدأ الحكاية بمجموعة بحارة وجنود، وساعتها كانوا بيجهزوا نفسهم وبيحطوا معدات حربية في سفينة ضخمة. وكمان الحاكم راتكليف وكل حراسه ركبوا السفينة دي، ورحلتهم المرة دي كانت لجزيرة بعيدة مليانة كنوز. وفعلا ساعتها كلهم جهزوا وودعوا أهاليهم وبدأوا الرحلة. وبعد كام يوم وهم في البحر قابلتهم عواصف وأمواج عالية، ولحسن الحظ كانوا بيقدروا يتغلبوا على كل المصاعب دي. وده لأن كان معاهم شخص شجاع جدا اسمه سميث، وكان بيساعدهم في كل المواقف الصعبة، وكمان كان ممكن يضحي بنفسه عشان ينقذ أقل واحد في السفينة. وبعد كام يوم الحاكم راتكليف بيعرف كل اللي على السفينة إن الجزيرة اللي رايحينها دي ساكن فيها قبيلة الهنود الحمر. والحاكم كان بيقول لسميث إن جماعة الهنود الحمر دول أشرار ومتوحشين، وأي حد بيدخل الجزيرة بتاعتهم بيقتلوه على طول. فسميث طمنه وقال له إنهم هيروحوا يجيبوا الذهب ويرجعوا في سلام. وعلى الجانب الآخر بنشوف حياة قبيلة الهنود الحمر، وكانت قبيلة طيبة جدا وبيعتمدوا في حياتهم على الزراعة وصيد السمك، وكمان كانوا بيستخدموا أدوات بسيطة جدا. ورغم حياتهم القاسية كانوا فرحانين بيها، وكلهم كانوا بيتعاونوا عشان يعملوا المهام اللي مطلوبة منهم. وكل القبيلة كانت بتحب الزعيم بتاعهم، وده لأنه كان راجل قوي وحكيم وبيحمي القبيلة بتاعته من أي خطر يضرهم. وزعيم القبيلة كان عنده بنت جميلة اسمها بوكاهانتس، والبنت دي كانت دايما بتهزر وبتلعب وبتحب الحياة بتاعتهم. وأكتر اتنين بوكاهانتس كانت بتحبهم راكون ونقار خشب. وفي يوم من الأيام زعيم القبيلة قال لبنته بوكاهانتس إنها كبرت وإنه عايز يجوزها لواحد من القبيلة بتاعتهم اسمه كوكو. والزعيم كان دايما بيشكر فيه لأن كوكو كان شخص شجاع وقوي جدا. وكمان زعيم القبيلة ادى لبوكاهانتس سلسلة مامتها اللي ماتت، وقال لها إنها لازم تلبس السلسلة دي يوم الفرح. بس بوكاهانتس بقى ما كانتش عايزة تتجوز كوكو، وده لأنه كان شخص جد قوي وكل تصرفاته عكس شخصية بوكاهانتس. وغير كده كمان بوكاهانتس ما كانتش عايزة تتجوز بالطريقة دي، وكان نفسها تعيش قصة حب مع الشخص اللي هتتجوزه. وطبعا لأن بوكاهانتس ما كانش ينفع تعارض كلام باباها، قررت تروح لشجرة الصفصاف وتسألها تعمل ايه. والشجرة دي كانت شجرة سحرية، وكان أي حد بيحتاج مساعدتها الشجرة كانت بتساعده وبتديله نصيحة. وبوكاهانتس سألت الشجرة تعمل ايه في الموقف ده، فالشجرة نصحتها وقالت لها تمشي ورا قلبها وتركز وتسمع كل حاجة حواليها، وساعتها بقى هتوصل للقرار الصح. وفعلا بعدها بوكاهانتس نفذت نصيحة الشجرة وفضلت مركزة مع الأشجار والرياح. وفي النهاية بقى وصلت لسفينة البحارة، وبيكونوا ساعتها لسه هما كمان واصلين لجزيرة الهنود الحمر. وبعدها كل البحارة نزلوا على الجزيرة ونزلوا معداتهم، والحاكم راتكليف ادى لكل واحد فيهم جاروف عشان يبدأوا الشغل ويحفروا في الأرض لحد ما يلاقوا الكنز. وراتكليف ما كانش همه صحاب الجزيرة ولا كان فارق معاه اللي بيعمله ده صح ولا غلط. وأول لما العمال بدأوا حفر فعلا راتكليف مسك علم الإنجليز وحطه على منطقة عالية عشان يأكد سيطرته على المنطقة دي. وسميث بقى ساب كل اللي بيحصل ده وراح طلع فوق شجرة عالية عشان يتفرج على جمال الجزيرة من فوق. والغريب بقى المكان اللي كان واقف فيه سميث هو نفس المكان اللي بوكاهانتس كانت بتراقبهم منه. والراكون بتاع بوكاهانتس قرر انه يقرب من سميث، وسميث لما شافه عامله بلطف وكمان اداله اكل عشان ياكل. واللي عمله سميث ده لفت نظر بوكاهانتس ليه، بس رغم كده برضه ما قربتش منه، وده لأن بوكاهانتس أول مرة تشوف ناس غريبة مش من القبيلة بتاعتهم. وعلى الجانب الآخر زعيم القبيلة عرف إن البحارة وصلوا للجزيرة بتاعتهم وكمان بيحفروا في الأرض. وساعتها بقى راح لعراف القبيلة وسأله إذا كان الناس دي خطر عليهم ولا لأ. فالعراف صدم الزعيم وقال له إن الناس دي معاهم أسلحة متطورة جدا، وفهموا إنهم ممكن يعملوا أي حاجة لأنهم طمعانين في الأرض وفي الذهب اللي جواها. بس الزعيم رغم اللي سمعه ده ما قررش يعلن عليهم الحرب،
وبعت كوكو وكام واحد من القبيلة عشان يراقبوا الإنجليز دول ويشوفوا هما بيعملوا إيه. وفعلا بعدها رجالة القبيلة بدأوا يراقبوا الإنجليز، بس للأسف وقتها راتكليف حس بيهم وأمر ساعتها رجالته إنهم يهجموا عليهم ويضربوهم بالنار. وللأسف لما رجالة راتكليف عملوا كده، في واحد من الهنود دول اتصاب في رجله، فشالوه وهربوا على طول عشان يرجعوا للقبيلة بتاعتهم. وللأسف بقى محدش في القبيلة كلها كان عارف يعالج الشخص اللي اتصاب ده، لأنهم أول مرة يتعاملوا مع الإصابات اللي خارجة من الأسلحة. وبعد اللي حصل ده، زعيم القبيلة جمعهم كلهم وعرفهم إن الإنجليز دول أشرار وطمعانين في أرضهم، فلازم يستعدوا ليهم كويس عشان يعرفوا يحاربوهم ويخرجوهم من الجزيرة بتاعتهم. وعلى الجانب الآخر، سميث كان عايش حياته في الجزيرة ومش شاغل دماغه بأي حاجة بتحصل، وكل اللي كان بيعمله إنه بيستمتع بالمناظر الطبيعية بس لما سميث راح عند النهر ومسك مية عشان يغسل وشه، شاف ساعتها انعكاس صورة بوكاهانتس اللي كانت واقفة وراه وبتراقبه. فساعتها سميث وجه عليها بندقيته وقدر باللي عمله ده إنه يمسكها بسهولة. بس الغريب بقى، سميث أول لما بص في وش بوكاهانتس حبها من أول نظرة، وكمان نزل السلاح بتاعه وحاول إنه يطمنها ويثبت لها إنه مش خطر عليها. وبعدها سميث مسك إيديها وعرفها بنفسه ووراها كمان إزاي الإنجليز بيسلموا على بعض. وبوكاهانتس هي كمان علمت سميث الطريقة اللي القبيلة بتاعتها بيسلموا بيها على بعض. وفضلوا ساعتها يتكلموا مع بعض كتير. وفي وسط الكلام سميث قال لبوكاهانتس إن الإنجليز دول شعب متطور جدا، وده طبعا عكس قبيلتهم المتوحشة. فبوكاهانتس وقتها اتعصبت من كلامه وقالت له إن فعلا إحنا مش متطورين، بس مش معنى كده إن إحنا متوحشين. وكمان قالت له إن بالعكس هم شعب مسالم جدا وبيحبوا دايما يتعاونوا مع بعض وفخورين جدا بحياتهم. وكمان بوكاهانتس فهمت سميث إن القبيلة بتاعتها بتحاول طول الوقت إنهم يحافظوا على الطبيعة اللي عايشين فيها. وسميث بعد ما سمع منها كل الكلام ده كان مكسوف من نفسه وتأسف لها على اللي هو قاله. وساعتها بقى كان باين إن الاتنين بدأوا يقربوا من بعض أكتر. ولأن بوكاهانتس كانت مبسوطة بسميث جدا، أخدته معاها للشجرة السحرية، والشجرة اتعرفت على سميث. وطبعا هو كان مصدوم لأنه أول مرة يشوف شجرة بتتكلم. وبعدها بوكاهانتس وسميث اتفقوا إنهم يتقابلوا تاني في نفس المكان ده بكرة بالليل. وعلى الجانب الآخر، راتكليف كان حفر في الأرض مساحات كبيرة جدا، ورغم كل ده برضه ملقاش حاجة. وساعتها بقى راتكليف افتكر إن قبيلة الهنود الحمر هم اللي مخبيين الدهب عندهم، ووقتها أمر رجالته إنهم يجهزوا لأنه خلاص كده قرر يحارب قبيلة الهنود الحمر. وعلى الجانب الآخر، زعيم قبيلة الهنود جمع محاربين كتير جدا من كل الجزر اللي حواليهم، لأنه خلاص كده هو كمان أعلن الحرب على الإنجليز. وفي الوقت ده سميث رجع للبحارة وحاول يقنعهم ويقنع راتكليف إن الهنود الحمر شعب طيب ومفيش منهم خطورة ولا حاجة، وما يستاهلوش إن احنا نحاربهم ولا نموت حد فيهم. فراتكليف ما كانش عاجبه كلام سميث وقال له إنهم مخبين الدهب. فسميث قال له لأ، وقال له إن ما عندهمش دهب ولا حاجة. بس راتكليف وقتها اتعصب على سميث وقال له أنا الحاكم وأنا اللي أمركم تعملوا إيه. وبعدها أمر كل رجالته قدام سميث إن أي حد فيهم لو شاف هندي يقتله، ولو حد ما عملش كده هيتهموا بالخيانة العظمى وهيعدموا أول لما يرجعوا بلدهم. وعلى الجانب الآخر، بوكاهانتس هي كمان حاولت تقنع باباها إن مش كل الإنجليز وحشين، بس باباها ما عجبوش الكلام ده وقال لها إن هما اللي بدأوا ولازم يحاربهم عشان يطردهم من أرضه. ولما الليل جه، في واحدة صاحبة بوكاهانتس حذرتها من الإنجليز ونصحتها إنها ما تقابلش سميث تاني. فبوكاهانتس رفضت إنها تعمل كده وقالت للبنت دي إن سميث غيرهم، وبعدها سابتها وراحت عشان تقابله. بس للأسف بعدها البنت دي راحت لكوكو وحكت له كل حاجة. وبعدها بشوية سميث وبوكاهانتس اتقابلوا عند الشجرة زي ما كانوا متفقين. وساعتها بقى فضلوا هما الاتنين يفكروا لحل يمنعوا بيه الكارثة اللي هتحصل.
بس للأسف في الوقت ده كوكو وصل لمكانهم، وكمان من غير ما يعرف حاجة هجم على سميث. وكوكو كان أقوى من سميث وفضل يضرب فيه وكان خلاص هيقتله. بس على آخر لحظة جندي إنجليزي اسمه توماس دافع عن سميث وضرب نار على كوكو وللأسف مات. وبعد اللي حصل ده سميث قال لتوماس يهرب، ولما قبيلة الهنود جم مسكوا سميث. وبعدها صاحبة بوكاهانتس راحت واعتذرت لها على اللي هي عملته، لأن هي السبب في كل اللي حصل ده. فبوكاهانتس قالت لها انت مالكيش ذنب، وعرفتها ان هي سبب كل اللي حصل لأنها حبت سميث. وكمان بوكاهانتس قالت لصاحبتها ان موت كوكو بسببها برضه، وأكيد باللي حصل ده باباها هيعند أكتر وهيحارب الإنجليز. ولما بوكاهانتس خلصت مع صاحبتها راحت للشجرة السحرية عشان تاخد منها أي نصيحة. فالشجرة السحرية قالت لها اوعي تستسلمي، وقالت لها انت عارفة طريقك كويس وعارفة كمان ايه اللي المفروض تعمليه. والكلام اللي قالته الشجرة لبوكاهانتس ده خلاها تتشجع أكتر، وقامت بسرعة وفضلت تجري عشان تلحق سميث قبل ما يتعدم. وفعلا على آخر لحظة بوكاهانتس قدرت تلحق سميث، وساعتها بقى قالت لباباها قدام القبيلة كلها إنها بتحب سميث، وكمان فهمته إن الغضب والكره نتيجتهم الدمار. فباباها ساعتها اقتنع بكلامها وأمر كل رجالته إن محدش فيهم يحارب، وكمان أعلن السلام على الإنجليز. وكل الحراس وقتها نزلوا أسلحتهم. بس الكلام ده ما عجبش الحاكم راتكليف، وراح بسرعة أخد سلاح من الحراس بتوعه وقرر يموت زعيم الهنود قدامهم كلهم. ولما فعلا ضرب بالنار سميث على آخر لحظة ضحى بنفسه وأخد الطلقة مكان زعيم الهنود. فتوماس ساعتها وبقية البحارة اتجمعوا كلهم ومسكوا راتكليف وفضلوا يضربوه، وكمان قرروا إن راتكليف لازم يتعاقب على اللي هو بيعمله. والمفاجأة بعدها بقى سميث طلع عايش، بس إصابته كانت خطيرة وكان لازم يرجع المدينة عشان يكمل علاج هناك. وكمان الزعيم وقتها راح لحد عنده وشكره إنه ضحى بنفسه عشانه، وقال له إن الجزيرة دي مفتوحة له أي وقت وهيفضل دايما مرحب بيه. فسميث شكره، وبعدها طلب من بوكاهانتس إنها ترجع معاه للمدينة عشان يتجوزوا هناك ويعيشوا مع بعض. بس للأسف بوكاهانتس رفضت وقالت لسميث إن القبيلة بتاعتها محتاجاها ولازم تفضل معاهم على الجزيرة. فسميث شكرها على كل اللي عملته معاه، وبعدها الحراس ركبوه السفينة عشان يمشوا ويرجعوا للمدينة بتاعتهم. ولما اتحركوا فعلا بوكاهانتس طلعت فوق مكان عالي عشان تودع سميث. وساعتها بقى سميث ودعها بنفس طريقة القبيلة بتاعتها اللي بوكاهانتس علمتها له أول ما شافته. وطبعا الوداع بينهم كان مؤثر جدا. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.